صباح الخير، يا صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل وصفة صحية وهتعجب ولادنا، والأكلة دي كلها في حلة واحدة، يعني مش هنتعب نفسينا النهارده في المواعين. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. مكعب زبدة، وبعد كده نزلنا ببصلاية ناعمة، وأول ما تدبل معايا هنزل بقطع الفراخ بتاعتي. حابة تعملي الوصفة ديّة بقطع اللي هي البانيه، بس يخلّي يعني الراجل يقطع لِك قطع البانيه اللي هي الكبيرة شوية، اللي هي الصدور، يعني قبل ما تتقطع شرايح بانيه يبقى صدر كده كامل، قولي له اقطعه لي مثلًا 3 حتت، 4 حتت، وبرضه كمان تنفع معانا في الوصفة ديّة. بس أنا كنت جايبة فرخة وشِلت منها 6 قطع بالضبط على عددنا، وشِلت يعني القطعتين التانيين من الفرخة ينفعوني في وصفة تانية، مثلًا أجيب جنبيها وراك أو حاجة. طبعًا على الغلا اللي إحنا فيه دوّة لازم نوفّر شوية. وبعد كده بقى نزلت ب4 فصوص حبهان وبورق لورا، وهاسيبها بقى تتشوّح كده بالبصلة كده وتطلّع ريحتها. بُصّي، مجرد ما اتشوّحت نزلت بالبهارات بتاعتي، عبارة عن 7 آآ عبارة عن بهارات فراخ وروزماري، وبعد كده نزلت بمعلقة كركم كبيرة، وهاقلّبهم كويس جدًا، وهانزل بالبهارات بتاعتي الكنور ال11 بهار. بجد طعمها حلوة جدًا، جرّبتها في البانيه وجرّبتها في وصفة اللحمة اللي هي الكباب الحلة، جرّبتها في الفراخ بتاعة النهارده، بجد هتعجبِك جدًا. وهاقلّبهم كده تقليبة كويسة، وبعد كده 5 دقايق أو 10 دقايق وهانزل بالمَيّة السخنة بتاعتي من الكاتل. لازم تكون المَيّة تكون بتغلي، وهاسيبها بتاع تِلت ساعة على النار. مجرد ما الفراخ بتاعتي استوت، مش هاحط بقى ملح ولا هاحط أي حاجة، أنا كده خلاص حطيت البهارات بتاعتي، وبعد كده بقى هاغطيها تِلت ساعة. مجرد بقى كده ما الفراخ بتاعتي استوت، هاشيلها بقى في طاسة كده على جنب بمكعب زبدة تحت الشواية، وتبقى الفراخ بتاعتي كده بقت جاهزة. الخضار بتاعي عبارة عن جزر مبشور وفلفل ألوان أحمر وأصفر وبسلة. حابة تحطي فاصوليا خضرا برضو إيه يبقى تمام. كده خلاص نزلت بقى بالرز البسمتي بتاعي. شوفي بقى المقدار اللي انت حابة تحطيه في الرز يعني أو الخضار، دي حاجة ترجعلك. وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي، بسلة، فلفل أصفر، أحمر، جزر مبشور. طريقة حلوة جدا بجد، والجزر طبعا بيبقى مسكر، فبيدي الوصفة دي بتبقى طعمها حلوة جدا. هقلبهم بقى كده، وهنزل بمكعب ماجي وربع معلقة ملح، وهدوق بقى كده الصوص بتاعي دوت. ولو حابة ان انا احط ملح تاني احط قبل ما ايه ما اظبط معيار المية بتاعي. مش هاحط مَيّة كتير علشان الرز ما يعجنش معايا، أنا عايزاه مفلفل كده بالخضار، وتبقى حبّات الخضار كده يعني واحدة بوحدتها كده، ما تبقاش الحاجة معجنة معايا، لإن الخضار طبعًا بينزّل مَيّة، فما تكتريش في المَيّة وكده. بُصّوا، حاجة بسيطة من المَيّة زي ما أنتِ شايفة كده قدّام عينِك. بس كده، تِلت ساعة بالضبط كده وهتبقى الوصفة بتاعتي خلصت وبقت جاهزة أهي زي ما أنتِ شايفة. الرز مفلفل كده والخضار بتاعي الواحدة بوحدتها، ووصفة جميلة تعملي جنبيها بقى سلطة زبادي كده بالخيار. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، وطبعًا الأكلة النهارده دي صحية جدًا لولادنا وتنفع معانا دايت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تخشوا تعملوا اشتراك ولايك عشان قناتي تكبر بيكم، وباحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.